انا نزلت في بوست على الفيسبوك قبل كده: يا جماعه لو سمحت بعد اذنكم خليكم اكتر وضوح وصراحه معانا، ده لمصلحته والله مش ليه. احنا بنكون عارفين ان اغلبيه اكتر من 90% من متعاطين مخدر الايس النشيطين اللي لسه ما بطلوش موجودين في الشارع. الشق النفسي بتاعهم ظهر في وقت قليل جدا، وفي وقت اقصر بتظهر مرحله الشكوك. مرحله الشكوك دي بتكون في الغالب من حد من الاهل، يا من الاخوات يا من الزوجه اللي متجوز. واكتر حالات قابلتني هي للاسف ان هو بيشك في زوجته. لو في ستات في البيت مرحله الشكوك بتنتقل للستات مباشره لحد ما وصل ان طبعا من غير ما اذكر اسمه جاي شاب بيتكتف تقريبا الساعه 3 بالليل من اهل المنطقه انه بيتهم والدته اللي عندها 72 سنه وشاف راجل معاها دلوقتي. والناس من كتر الصدمه، من كتر ما هم مش مصدقين حاجه زي كده، كلموني قالوا لي احنا خلاص كتفناه ونجم دلوقتي في الطريق. الموضوع وصل ان جالي مكالمات تليفون شك في بنته اللي عندها 3 سنين، وانا اسف في الاصطلاح، عايز يوديها الطبيب يكشف على يا اما لو في رجاله في البيت ومفيش ستات بيشك في الرجاله. انا اللي عمل فيا كل ده ودور لي حياتي اخويا بيكرهني، اخويا عايز يقتلني.